السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعيني وعيلتي التانية. يا رب تكونوا كلكم بألف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا أنا بقالي أكتر من سنة مش متواجدة على القناة لظروف ومشاكل وحاجات كتيرة قوي. ولكن يعني ايه الدنيا بدأت تمشي شوية معايا. كان في مشاكل في البيت وفي مشاكل زوجية، وفي حاجات كتيرة قوي. ان شاء الله بإذن الله هبقى اوضح لكم الموضوع ده بعدين، عشان برضو الكل يستفاد من اللي احنا بنشوفه. قلت انزل لكم النهارده كده. ديما وياسين عندي بصراحة كانت نفسيتهم مش تمام بقالهم فترة، والدنيا والظروف مش سامحة ان انا اروح معاهم في حتة. فقلت ايه، اخدهم فسحة كده عندنا. طبعا احنا في اسماعيلية، في التلاتيني، ويعتبر ده وسط البلد عندنا وسعد زغلول. الحلوة الجميلة دي صاحبتي يويو. طبعا بمسي عليها او بصبح عليها حسب ما هتشوف الفيديو. قلنا ننزل كده ايه، نعمل خروجه فلوج كده خفيف. يا رب يعجبكم، ويا رب ايه تستفادوا منه. آه احنا مشينا شويه كده وطلعنا هنا في راجل جميل اهو، بيعمل وافل، واقف كده بعربيه وافل. اسعاره حلوه قوي، يعني 15 جنيه الواحده، وحاطط عليها بتاع ده الشوكليت. طبعا عشان مفيش نوتيلا احنا مقاطعين، ف حطينا شوكليت عادية. وكل واحد فينا طلب يعني بالطعم اللي هو عايزه، بس احنا كلنا على الوايت شوكليت مع بعض. دي هنا كانت بتعيط عايزة ايس كريم، وآية بتباي باي لكم، ياسين كمان، وكمان بيسو حبيب قلبي ده ابن ايه صاحبتي وحبيب قلبي قوي، بحبه جدا. ربنا يحفظه يا رب، هو واخواته. كنت انا وايه هنا كده قلنا نتصور كام صورة مع بعض، ودي ما قالت هتصوركم وانتوا بتتصوروا. يعني قلنا نعمل حاجة. وبعدين هنا الراجل بتاع الوافل، قلت افرجكم وهو بيحط الشوكولات ازاي على الوافل. بصراحة الراجل كتر خيره، يعني حاطط كمية حلوة جدا، مش مستخسر يعني فيها، مع انها هي سعرها مش عالي قوي يعني. هنا هي حاطين كمان بودر كده بتاع البسكوت، حلو قوي اهو. كنت هنا بصورها لكم، وشكلها جميل جدا وطعمها حلو قوي. انا طبعا الوافل اهم حاجه عندي ان هو ما يكونش زفر، فبجد يعني ايه، جميله. طبعا الواحد الفتره دي زي ما انتوا شايفين بقت صعبه، يعني الظروف بقتش سامحه زي الاول. الاول كنت بتقدري تنزلي تخرجي بقى للتكاليف، دلوقتي الموضوع بقى مش سهل خالص يعني. هنا كنا نروح بقى ايه على المعصره بتاعتنا كده على التلاتيني، بتاعت عصير القصب، بنحب نشربه يعني. ودايما بنحس ان دي من الحاجات البسيطة يعني اللي احنا بنستمتع بيها، ان احنا نجيب عصير قصب ونشرب. طبعا الراجل بتاع المعصرة كان مستغربني جدا، عمال يبصلي، هو انتي بتعملي ايه؟ بس عمال يبصلي ازاي انتي بتعملي ايه؟ في ايه؟ قلت له يعني هو بيقولها بعينه مش بيتكلم، بس هو اخر ما هيزهق هيتكلم، هيقول انتي بتعملوا ايه. ديما وياسين طلبوا تمر هندي، وآية طلبت صوبيا على قصب، وانا طلبت قصب، وبيسو خد قصب برضو. و يعني احنا بتفكرنا كده بأيام رمضان اللي هو التمر هندي والصوبيا والحاجات دي. بص، هو انا ضحك الراجل عشان قلت له انا بصورك، بيقول لي هو انت مطلعاني في الفيديو؟ قلت له اه مطلعاك. فبيقول لي طيب، راح ضحك بقى. قلت له عايزاك بقى تعمل لنا ايه، حوار تصب لنا القصب كده من بعيد. فقال لي خلاص حاضر عينيا. يعني احنا بنحاول، والله الواحد بيحاول يهون على نفسه يعني. بصراحة الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا عليا، وشفت فيها ايام كتيرة مش كويسة، فبحاول ان الواحد ايه يهون شوية من الظروف دي يعني. ونحاول ان احنا كاتنا دي ما بتدوق التمر الهندي عشان بتاعها حساه مش نفس طعم بتاع ياسين، فقالت ايه تدوقه يعني. بصوا هنا هيعمل لنا القصب اهو وهيرفعه لنا. انا طبعا بقالي كتير مش بصور، وبقالي كتير ما بنزلش فيديوهات ولا بمنتج والله، ونسيت خالص الموضوع ده ومبقاش في دماغي. بس
يعني حسيت ان الواحد بجد محتاج له كل جنيه، والواحد تعب وشقي على القناة دي. فقلت لازم يعني على الاقل، يعني حتى الواحد التعب اللي تعبه ينوله يعني اقل حاجة. بصوا عمل لنا القصب اهو. هنا كنت بشاور لكم ان انا خدت القصب بتاعي. شفتوا بينزلوا ازاي في من الدورق ده. احلى حاجة ان هو كان جميل كده ومش ساقع قوي، عشان الجو برضو كان برد بالليل. وهنا كانت ايه طلبت الصوبيا على القصب، كان بيحط لها. انا بصراحة اتحركت ان انا اصوره بقى تاني يعني، فقلت ايه خلاص خليها كده من بعيد لبعيد. طبعا احنا قلت كده هاخدهم يعني، او كده كنا بنتفرج الحاجات اللي موجودة. وبعد كده بقى رحت ايه عند صديق شافعي بتاع الشرابات. بجد بيحط بقى حاجات بوتات وشربات والبفات والحاجات اللي اهو. كنت بقول له باي باي، فبيقول لي باي باي على ايه؟ قلت له باي باي بس. فبيقول لي باي باي على ايه؟ قلت له باي باي يا سيدي، انت خسران ايه؟ فهي باي باي دلوقتي هو مش فاهم اهو. بص باي باي ازاي. هو مش فاهم من باي باي على ايه. فبعدين بيقول لي هو ايه ده؟ قلت له بصورك يا شافعي فيديو. الشراب ده يا جماعه يعني من جمله الحاجات الجميله اللي بقينا فيها. الشراب ده لقيته ب25 جنيه، لقيته يعني سعره عالي قوي. قلت كل واحد فينا كده نجيب له شراب. احنا طبعا عندنا، بس قلنا ايه يعني هما حاجة اجيبها لهم بسيطة يعني، مش غالية قوي. بس طبعا جبنا مش ده، جبنا التاني اللي هو الانكل. وجبت الباف دون حلو قوي، سعره كويس 30 جنيه. مش غالي يعني. جبت واحد ليا وجبت واحد لديما، وجبت شراب لياسين. ويعني كده ايه قلت نعمل معاهم ايه. بصوا بقى كنت هنا بسأله على البوتات دي اللي هي زي الجلافز ده. حلو جدا، انا بحبه وبرتاح فيه يعني بيريح رجلي. فكنت بسأله قال لي انا عندي من السنة اللي فاتت فهريحك في سعره. عايز يديني واحد على 200 جنيه. هنا كنا ماشيين وياسين ايه قابل عربية ذرة وتسالي، فراح جايب واحد التسالي ب10 جنيه. مش غالية يعني. دي ما كان نفسها في حاجة اكسسوار كده. فقلت يلا تعالي نشوف الاسعار اخبارها ايه. وبصراحة يعني صدمت من الاسعار يعني. عايزة حاجة اكسسوار اقل حاجة عشان تتجاب تتكلم في مثلا 60 جنيه. فيعني اوفر يعني بصراحة. قلت لها يعني مش النهاردة يعني تتفرجي، ممكن تشوفي توكة بقى، تشوفي حاجة كده بسيطة اكملك بيها اليوم يعني. عشان كنت نفسي افرحها لان هي بقالها كتير قوي مكبوتة ونفسيتها مش تمام. اختارت ما اختارتش حاجة مننا، اختارت كده توكة كده جميلة. وهنا كنا رجعنا وطالعين في الاسانسير. ويا رب يكون الفلوج بتاعنا كده بسيط وعلى قد الايد وعجبكم. واستنونا ان شاء الله في حاجات تانية احلى. ومتنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله ان شاء الله. وعايزة بقى منكم دعم كده كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.